السلام. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وفي احسن الاحوال، ومرحبا بكم في قناتي مطبخنا ديال بلوزير. ومبروك عواشركم. الوصفه ديال اليوم انا متاكده غير تفرجوا في الفيديو غادي تنوضوا تصاوبوها، لان كتجي واحد الحلوه رائعه في المذاق. اولا اقتصاديه، مكونات موجوده في اي بيت، وخصوصا في هذه الايامات ديال العيد دائما كنوجدوا قبل كيكونوا عندنا المكونات ديال الحلويات ومكوناتها اقتصاديه، وبمجرد انكم تشوفوا المكونات اللي فيها غتعرفوا انها كتجي بنينه وكتجي لذيذه ورائعه في المذاق. راه كتجي واحد الحلوه شيشه هنايا. كنوري لكم. راه ممكن تفندوها في السكر، ممكن تخليها غير هكذا وديروا عليها الخطوط ديال الشوكولا كيف ما بغيتو، ولكن المذاق راه كتجي رائعه. غندوز نعطيكم المقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ. غنضيفوا عليها السكر بودره. عندي هنايا 130 ديال السكر بودره، واحد سكر الفاني. غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان حتى يتجانسوا. صافي حتى يولي الخليط ديالنا على هذا الشكل، كيولي بحال شي كريمه. هنايا غادي ناخذ قشره ديال حامضه محكوكه، كتعطي واحد المذاق رائع في هذه الحلوه. غادي نخلطو مره اخرى. دابا غادي نضيفو 200 مليلتر ديال الزيت. غادي نخلطو مره اخرى حتى يتجانسوا مره اخرى هاد المكونات. ندخلو داك الزيت مزيان مع الزبده والسكر وسكر الفاني حتى يولي على هاد الشكل. دابا غادي نضيفو 140 غرام ديال الكوك، وغنضيفو عليها 120 غرام ديال النشا او المايزينا. غادي نخلطو مره اخرى هاد المكونات. دابا غادي نضيفو الدقيق دائما نضيفو شويه بشويه. وعندي هنايا 15 غرام ديال خميره الحلويات. بالنسبه للدقيق كنت درت هذاك المره اللي فاتت خدت ليا 600 غرام ديال الدقيق، ولكن بدلت النوعيه ديال الدقيق هنايا درت واحد النوعيه اخرى ديال الدقيق اللي كنديرها دائما، هي اللي درتها. البنات اللي متبعيني في انستغرام كيعرفوا النوعيه ديال الدقيق اللي كنستعملها دائما. وبدلت النوعيه ديال الزبده، خدت ليا قل من 600 غرام ديال الدقيق، ولكن المره اللي فاتت درت نوعيه اخرى والزبده نوعيه اخرى خدت ليا 600 غرام. المهم هنايا عبرت 600 غرام ديال الدقيق، غادي يبقى ليا 82 غرام ديال الدقيق، يعني غتاخذ ليا 518 غرام ديال الدقيق. دائما الدقيق كنقول لكم ديروا شويه بشويه، واخا كتعرفوا انه كتاخذ لكم مثلا غادي كتاخذ لي 600، واخا كنت بقيت كنضيف شويه بشويه وبقى لي شويه ديال الدقيق، غير بدلت النوعيه ديال الدقيق والزبده. صافي هنا غتبقى لي كي قلت لكم 82 غرام، يعني كتاخذ لي 518 غرام ديال الدقيق. العجينه كتكون رطبه، دائما العجينه ديال الحلويات كيكونوا رطبين باش تجينا هشيشه وكتذوب في الفم. هنايا غادي نشعل الفران على 170 درجه من الفوق ومن التحت، وغادي نبدا نشكلهم كويرات. كندير فيهم 15 غرام، بغيتو ديروهم شويه كبار ديروا فيهم 19 غرام. مهم جاتني 15 غرام هي هذيك، احسن عبار هو 15 غرام، غير اللي كتعجب لكم الحلوه شويه كبيره ممكن ديروا فيها 19. هنايا درت فيهم 15 غرام، غنشكلهم كويرات على هذا الشكل.
ما غنضغط عليهم ما والو، كنخليهم هكذاك الشكل ديال كرات صغار. غندخلهم الفران 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. كياخدو كيتحمروا غير شويه من التحت، صافي كياخدوا واحد التحمار خفيف من الفوق 15 حتى ل 20 دقيقه. وكل وحده والفران ديالها راه ممكن تاخذ غير 15 دقيقه. المهم كما كتشوفوا الشكل ديالهم كي قلت لكم كيجيو محمرين من التحت وكياخدوا واحد التحمار خفيف من الفوق. ما عرف كيبان ولا ما كيبانش بزاف، ولكن اصلا غير خفيف وصافي ما كيبانش، وكيكون هذاك الكوك محمر كما كتشوفوا اللون ديال الكوك محمر. هنايا بغيت نوري لكم العجينه ديالي درتها في الميكا، حيت كنت خليت السرجم محلول شويه ديال البروديه بحال اللي ولات كتفرتت. يعني بغيت نوري لكم اي حاجه يعني ملي كنصاوب الحلوه يعني كتوقع ليا كنقولها لكم بحال اللي ولات كتفرتت، ولكن غير نضغطوا عليها على هكذا باليد بحال اللي ديك الزبده كتبرد وصافي. وكنديروها من الاحسن ديروها في الميكا. كاين شويه د البروديه كنت حليت السرجم وكيدخل شويه د البرد ولات لي بحال اللي كتفرتت، ولكن غير كنضغط عليها باليدين صافي كتولي كتجمع. هنايا ما درت ليهاش، كنت مازال ما درت ليهاش السكر كلاصي. كما كتشوفوا راه كتجي رائعه. الا بغيتو تخليوها هكذا ممكن تخليوها هكذا على هذا الشكل، ديروا عليها شي خطوط ديال الشوكولا ولا تخليوها هكذا كيف ما بغيتو تفندوها. كي درت انايا عندي هنايا الكوك 50 غرام ديال الكوك، وغنضيفوا عليها 70 غرام ديال السكر بودره، وغادي نخلطوهم مزيان. غادي نحاول نخلطهم باليد صافي، وغادي نبداو نفندو فيها الحلوه ديالنا. صافي حتى نكملوا الحلوه ديالنا كامله. كي قلت لكم ممكن تفندوها في السكر كلاصي هكذا والكوك. الا ما بغيتوش ممكن ديروا عليها خطوط ديال الشوكولا، ولكن راه كتجي بنينه بهذه الطريقه ديال الكوك والسكر البودره. هنايا الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا راه الصراحه راه كتجي رائعه. رحتوا واحد الريحه في الدار، كتطلق واحد الريحه داك الكوك والقشره ديال الحامض راه كيواتيو بعضياتهم بزاف. ديك الريحه ديال الكوك منين كيتحمر كتطلق واحد الريحه رائعه. الصراحه واحد الحلوه كتستحق التجربه، وكما كتشوفوا سهله اقتصاديه ودغيا كتوجد. المذاق كيجي رائع، كتجي هشيشه كتذوب في الفم. كما كتشوفوا في الفيديو كنوري لكم باش نبين لكم يعني كيفاش كتجي هشيشه. المهم واحد الحلوه راه كتستحق التجربه لانها جديده سهله واقتصاديه. وشكرا مره اخرى مع وصفه جديده، فيديو جديد، مع السلامه.